ولكن هذه المواكب تذاع فيها الموسيقى وفيها حركات وحركات راقصة. يقول: وقد ظن أولئك أنهم يخدمون الحسين عليه السلام ولكن الشيطان تسلل بينهم. وهذه مسألة إخواني جدا مهمة. تشوف بأنه رادود الآن مثلا يتلو قصيدة ولكن القصيدة تكون راقصة، يتلو مثلا شعر معين ولكن الشعر فيه استهانة بمقام المعصوم. هذا الإنسان يصور نفسه بأنه يخدم الحسين عليه السلام. ولا تنسون إخواني ذولا الشباب الصغار، ذولا إذا ما إحنا وقفنا باتجاه هذه العادات الدخيلة والتي لا تمت للشعائر بصلة، إذا لم نقف بوجهها، يعني رادود نص الموكب ويتراقص، واللي يلطمون كذلك يتراقصون، وقد واحد بيهم واثنين بيهم وثلاثة بيهم يتصورون بأنهم يخدمون الحسين. ذول الشباب الصغار بعد سنتين ثلاثة إذا لم نوضح لهم أن هذه الأمور دخيلة ولا تناسب عزاء سيد الشهداء، راح يتصورون بأنه المفروض أن الإنسان في الموكب يفعل كذا وكذا مثل ما أولئك يفعلون. إذا ما إحنا نبين بأنه هذه الأمور إخواني دخيلة على الشعائر، وتشوفون الكثير من الحالات. لذلك السيد يقول: أنا دخلت إلى هذه المناطق مثلا مناطق الشيعة، شفت في هذه المواكب تذاع الموسيقى، وقد ظن أولئك أنهم يخدمون الحسين ولكن للأسف تخلل الشيطان بينهم. لو كنت تعرف من هو الحسين لاحترمت شعائر الحسين عليه السلام. إذن أولا حتى أكون خادم متميز أن أعرف من هو المخدوم، وثانيا أن أعرف عظمة الخدمة، وثالثا أن أعرف كيفية الخدمة حتى أساهم في إسعاد الزهراء عليه السلام.